اليوم غادي نحضروا بيتزا بدون فرن ناجحة 100%. سهلة في التحضير، ما كتاخدش منا وقت نهائيا. تحضريها للغدا او للوليدات لانش بوكس، اكثر من رائعة. غتولي من بين الوصفات اللي غتعتمديها. فكملوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. اول حاجه غنحتاجو الدقيق الابيض فورس نوعيه جيده. عندي 3 الكؤوس، ملعقه كبيره خميره الخبز، ملعقه كبيره ديال السكر حبيبات. غادي ناخذ واحد شويه ديال المدافي باش نوضعو فوق الخميره والسكر باش يتفاعلوا ليا. من بعد هكا كنبدا نخدم الدقيق ديالي مع الخميره. غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الحليب مجفف، ممكن تستغناو عليها. ربع كاس ديال زيت الزيتون. غادي نخدم العجينه ديالي مزيان، وغادي نضيف ليها رشه ديال الملح. وغادي نضيف كذلك الزعتر اللي غنسمو به البيتزا ديالنا. بيتزا كتجي رائعه، كتجي هشيشه وكتجي خفيفه، ما كتاخدش منا وقت نهائيا. وتا بالنسبه للناس اللي ما متوفرش عندهم الفرن، فهاد البيتزا غتسهل عليهم، بحال هكا كيتشهاوها هما وليداتهم. فهادي كتجي ساهله وما غتحتاجيش الفران نهائيا. هنايا غادي ناخذ العجين ديالي بعد ما جمعته، غادي نحطه فوق سطح العمل. غادي ناخذ واحد الملعقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. هنايا كنبدا نخدم العجينه ديالي. فالعجينه بعد ما كنضيف ليها الزبده كتبدا تقطع، لكن غير نخدموها مزيان وكتجمع. هنايا كنوريكم الشكل ديالها كيفاش جمعتها. من بعد هنايا غادي نخليها نرجعها للاناء ديالها ونغطي عليها بلاستيك غذائي ونخليها حتى تختمر ويتضاعف الحجم ديالها. ومباشره غادي نبداو نشكلوا فيها. فايت لي حضرت معاكم مجموعه ديال البيتزات بطرق اللي مختلفه، بحجم عائلي وحتى بحجم فردي. غنحطهم لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بالنسبه لهكا الناس اللي عزيز عليهم التنوع، سواء اللي باغيين يديروا بيتزات هكا عائليه او لا حتى بيتزات الفرديه. هنايا بعد ما طيبت هذه وضعتها في قطعتها وسرحتها بالمدلك والدقيق. وغادي نوضعها فوق هكا المقله ديال الوجده اللي كنستعملوا للمسمن. وكنحمرها هكا غير شويه، غير كتشد في راسها كتشمع. ومن بعد عاد كندوز هكا نوضع صلصه ديال الطماطم، اما ديال البيتزا سبق لي حضرتها معاكم الطريقه ديال الصلصه ديال البيتزا، اولا ديروا الطماطم الجاهزه كتضيفوا ليها هكا معلقه ديال زيت الزيتون مع شويه ديال الزعتر باش كتنسموها، وكتكون هكا واجده. فكيبقى على حسب الاختيار ديالكم نتوما. هنا وريتكم الطريقه كيفاش قديتها. هنا كنوضع اول حاجه طماطم او صلصه طماطم. من بعد كنضيف ليها الجبن، خليط بين الموتزاريلا وشيدار، يعني اللي متوفر عندكم، الاجبان اللي متوفره وكتفضلوا نتوما وليداتكم. هنا عندي قطع ديال الزيتون هكا الاسود. عندي هنا الفلفله اللي شويتها من قبل الالوان. بالنسبه للتزيين فراه كيبقى على حسب اللي متوفر عندكم واللي كتفضلوا نتوما وليداتكم، فلكم الاختيار. هنايا انا وضعت هكا فلفله شويه كتعطي مذاق رائع البيتزا. وهنايا غادي ناخذ طون، علبه ديال الطون اللي صفيتها من قبل من الزيت، وغادي نوضعها هكا فوق البيتزا ديالي. انا هنايا عطاتني العجين ديالي، عطاتني جوج ديال البيتزات، كنشكلوهم كيف ما بغينا. هنايا وضعت ملعقه ديال زيت الزيتون ورشه ديال الزعتر من الفوق، وغادي نوضعها نرجعها للمقله ديالي اللي ها هي، يعني وريتها لكم المقله اللي استعملت. دهنتها طبعا بالزبده ورشيتها بالدقيق الابيض، غير رشه خفيفه كيف ما موضح في الفيديو. كنوضع هكا البيتزا ديالي كتشكل معنا بسهوله. كنوضعها ونثقبها هكا بفرشيطه ونوضعها فوق النار. ما كنديرش العافيه تكون مجهده، العافيه كتكون هكا مهيله لان دغيا كتشمع لينا بسرعه. ومن بعد كنحيدها ونزيد هكا صلصه طماطم ونكمل. بالنسبه للبيتزا الاولى وضعت فيها الطون، البيتزا الثانيه غادي ندير فيها صدر الدجاج اللي قطعته هكا مربعات صغار وشحرته هكا في مقيله. غنوضعو من الفوق، ما غادي نضيف ليه حتى شي اضافه اخرى، يعني انا درت غير هكا صدر الدجاج بوحدو. فلكم الاختيار، ممكن ديروا اللحم المفروم او لا ممكن ديروا تخليو يعني البيتزا بجوج بالطون، فكيبقى على حسب اللي كتفضلوا نتوما
وليداتكم. طبعا هنا غادي نضيف رشيشه ديال الزعتر. هنايا بعد ما وضعتها وغطيت عليها وخليت داك الفرماج يذوب وتحمرت ليا طبعا من التحت، فكنحيدها كيجي الشكل ديالها هو هذا، كتجي اكثر من رائعه صراحه. ما غاديش تبعوا منها ادمان، غتولي من بين الوصفات اللي غتعتمدوها لوليداتكم هكا الغداء او الكوتي كذلك، او حتى اللانش بوكس. كتجي ناجحه وسهله، وكتعطينا جوج ديال البيتزات يعني كميه معقوله. هنا غادي نقطع معكم حتى ديال صدر الدجاج، حتى هي صراحه كيجيو بجوجهم زوينين. وهنايا الاذواق تختلف، يعني كل واحد كنعطيوه، كل واحد كنديروا له خاطرو. هنايا كنوريكم الشكل ديالها كيفاش كتجي معلكه وبنينه في نفس الوقت. الا كنتو اول مره غتشوفوا القناه ديالي اولا الفيديو ديالي، كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد. بارطاجيو الفيديو مع العائله والاحباب باش كلشي يستافد والفائده تعم على الكل. كانت هذه الوصفه اليوم، بالصحه والراحه، الى وصفات قادمه ان شاء الله.